في تاريخ مصر في أسماء بتلمع، وفي اسم واحد رغم إنه عاش قليل قدر يسيطر على خيال العالم كله. اسم كل ما يتقال تحس إنك بتفتح باب على عالم كامل من الغموض والجمال. الملك الطفل توت عنخ آمون. احنا النهاردة مش بس بنتكلم عنه، احنا هناخدك على رحلة جوه حياته ونفهم ليه ملك عمره ما وصلش 20 سنة بقى رمز للحضارة عمرها آلاف السنين. توت عنخ آمون اتولد في قلب العائلة المالكة للأسرة ال18، واحدة من أقوى فترات مصر. اتربى بين جدران القصور وسط كهنة وحرفيين وعساكر ونظام دولة معقد، لكنه في سن صغير جدا اتحط التاج على راسه. تخيلوا طفل لسه بيكتشف العالم يلاقي نفسه مسؤول عن حضارة كاملة. مش بس حكم، ده كان لازم يعيد توازن بلد اتغير شكلها قبل ميلاده بسنين قليلة. عشان نفهم قيمته لازم نفهم الزمن اللي جه فيه. قبل توت عنخ آمون كان في ملك إخناتون اللي قلب شكل الديانة المصرية وغير العاصمة ونقلها تل العمارنة. كانت ثورة ضخمة هزت قلب مصر. ولما توت عنخ آمون اتولى الحكم البلد كانت محتاجة تسترجع النظام، ترجع المعابد، تهدي الناس، تستعيد شكلها الطبيعي. توت رغم صغر سنه كان بداية الرجوع لده. في عصره رجعت العاصمة لطيبة، رجعت المعابد تفتح أبوابها، رجعت الطقوس والاحتفالات اللي الناس اتربت عليها، رجع الفن المصري لشكله اللي نعرفه النهاردة تحت حكم طفل، لكن حواليه مجلس حكماء وكهنة وقادة، والكل كان بيحاول يعيد الروح لمصر. توت عنخ آمون كان رمز الرجوع لده. الحياة الملكية في العصور دي مش مجرد ذهب وتماثيل، دي كانت حياة مليئة بالطقوس، تعليم وتدريبات ومسؤوليات. توت عنخ آمون اتجوز وهو صغير جدا وتعلم فنون الحرب وتعلم يركب العربات الحربية. حياته اليومية كانت مزيج بين القداسة والسياسة والطفولة اللي يحاول يعيشها في وسط كل ده. موت توت عنخ آمون هو أكتر جزء غامض في حكايته. العلماء حاولوا يحلوا اللغز، صور، أشعة، تحاليل، دراسات. وفي ناس قالت إنه مات بسبب إصابة في الرجل، وفي ناس بتقول إنه كان مريض أصلا، وفي آراء بتتكلم عن إنه كان حادث عربية حربية. ولكن الحقيقة إن محدش يقدر يقول بنسبة 100% حصل إيه، والغموض ده جزء كبير من سحره. لو حياته كانت قصيرة فالمقبرة بتاعته كانت بداية قصة تانية خالص، في وادي الملوك تحت الرمال وفي غرفة صغيرة. بشكل غريب جدا بالنسبة للملك كان في كنز حضاري مفهوش قطعة أثرية واحدة ناقصة. لأكتر من 3000 سنة المقبرة فضلت مقفولة محفوظة محمية. وفي سنة 1922 هاورد كارتر وقف قدام الباب، ومجرد ما فتح رجعت مصر تتصدر العالم. كنوز من الذهب وعربات وأقنعة وتماثيل الأسرة المقدسة، أدوات معقدة كلها بحرفة تخليك تقف ساكت مش مصدق إن ده اتعمل بإيد بشر من آلاف السنين. ليه العالم اتعلق بيه؟ السبب بسيط جدا ومش بسيط في نفس الوقت، لأن المقبرة بتاعته اتلقت كاملة، وكأن الزمن وقف وقال خلوا العالم يشوف مصر، مصر قديمة من غير ولا أي حاجة ناقصة. تخيل حضارة كاملة بتوصل لك في شكل غرفة واحدة، أدوات يومية، أسلحة، مجوهرات، تماثيل، كل قطعة بتقول لك حكاية. عشان كده لما آثار توت عنخ آمون تسافر أي دولة المدن تقف على رجليها والناس تشوفه وتحس إنها بتقابل التاريخ وجها لوجه. توت عنخ آمون ما كانش أعظم الملوك في الإنجازات ولا أطولهم حكما، ولكن إرثه الحقيقي مش في اللي عمله، في اللي سابه. سابوا صورة كاملة متكاملة عن مصر، سابوا فن وذهب وحرفية وملامح شاب لسه في بداية حياته، سابوا قصة بتتقال لحد النهاردة وتفضل مستمرة لبكرة والبعده. توت عنخ آمون مش مجرد ملك، دي صفحة مفتوحة من التاريخ، وكل مرة تقراها تلاقي فيها معنى جديد. ملك عاش قليل ولكن حياته كانت كفاية انها تخلي العالم كله يقف في حب حضارة كاملة. ولما نقف قدام قناعه، وبالمناسبة القناع ده محتاج حلقة لوحده لأنه أعجوبة من أعجوبات الزمن، وهنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله. احنا مش بس بنشوف دهب، احنا بنشوف صدى حضارة لسه بتنطق بعد آلاف السنين.